ويقول لك روح الفانيلا الحمراء. حمراء؟ واحنا هنفضل كده في يا جماعه عايزين نتغير بقى، حاجه تحصل مختلفه في البلد، يبقى فيها شويه ديمقراطيه، الزمالك ياخد الدوري، اي حاجه تحصل مختلفه، المرور يقل، التعليم يتحسن، المرور يقل، التعليم يتحسن، نشرب الميه من الحنفيه. هو الاهلي عمل ايه؟ لا 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 لا، انت بتهزر. اه والله الاهلي كسب. ده انا كنت قاعد بكتب للقبطان بقول له بقى مره بقى تتغلبوا. التويطه مفيش فايده، مفيش فايده. يا ربي هو ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه. يعني يا جماعه انا كتبت لهم قلت لهم ده ريال مدريد وبرشلونه بيتغلبوا، هو في ايه؟ هو في ايه؟ وبعدين بيكسبوا في كل حاجه. بكل روح رياضيه وبكل محبه بتقدم بالمباركه والسعاده للنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي ادهشنا جميعا، وخاصه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي نفسه اندهش، وحاجه غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قال لك احنا يعني ما اديناش الاهلي حجمه من الاهتمام، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمرة واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. جمهور النادي الاهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخيه. السلام عليكم. النهارده النادي الاهلي بدأ مشواره في بطولة الدوري العام بفوز كبير وعريض على نادي سيراميكا كليوباترا. طبعا المباراة كانت مباراة قوية وخاصة في شوطها الثاني. النتيجة طبعا لا تعبر عن ضعف المنافس، بالعكس فريق سيراميكا كليوباترا فريق قوي جدا منظم جدا، فريق ند قوي وعنيد، فريق ما بيلجأش زي معظم الفرق قدام النادي الاهلي لدفاع المنطقه وبيقفل وبيغلق وبيصعب الماتش. لا، بيلعب جيم مفتوح وبيلعب وبيهاجم وبيروح، بل انه كان ليه فرص خطيره. طبعا النادي الاهلي في الشوط الاول خلص 2-1 في الهدف اللي جه قبل نهايه الشوط الاول لوسام ابو علي الهداف، بقت 2-1. كان طبعا الاهلي بدأ بالتهديف وتعادل سيراميكا كليوباترا من ضربة جزاء. اعتقد ان ضربة الجزاء انا شايف ان هي مش ضربة جزاء من وجهة نظري الشخصية، لان اللاعب اكرم توفيق ما عاقش اللاعب الى حد ما، التلامس مش كان واضح بنسبة كافية، لكن الحكم في كل الاحوال حسبها ضربة جزاء. المباراة في محصلتها كان مباراة فيها ندية، ولكن بيدل على ان الاهلي نزل في الشوط الثاني مركز تركيز قوي جدا جدا. يعني كان من اكتر شيء في المباراه جيد ان الاهلي في الشوط الثاني كان مركز جدا جدا، حاول ان هو يحسم المباراه بكل طريقه، انتهت 5-2. كمان في ايجابيه ثانيه غير فوز الاهلي 5-2 النهارده يا جماعه، كان الشناوي متالق. يعني بصراحه الشناوي من فتره كبيره ما شفناش مستواه استعاد مستواه بالطريقه دي. في قفشه طبعا ضيع هدف قدام المرمى لا يضيع من بيرسي تاو لما صلحها له اسيست قوي جدا ممتاز جدا. نفس الكرة ضيعها زيها بالظبط امام عاشور برضو قبل ما يخرج. يعني الاهلي رغم الفوز 5-2 لكن ضيع اهداف كتير كان ممكن تزيد الغلة الى اكتر من ذلك، لكن طبعا مفيش مشاكل عادي. هو ان شاء الله باذن الله بداية قوية وبداية مبشرة
للنادي الاهلي يقدر يكمل في بطوله الدوري العام بنفس القوه. طبعا الاهلي ما ينساش ان هو عنده مباراه مهمه جدا مع الفائز من امريكا الشماليه اللي هو باتشوكا المكسيكي، وبطل امريكا الجنوبيه اللي هو على ما اعتقد هيكون يا ليبرتادوس او فريق برازيلي اللي هو فلومينسي، اعتقد يعني كده هيكون واحد من دول. النهارده كمان شهدت المباراه قلنا مشاركه بيرسي تاو. طبعا الكهرباء كان مستبعد النهارده، كنت اتمنى ان هو ياخد فرصه. طبعا المباراه كانت قويه، وكولر كان عايز بما ان دي اول ماتش في بطوله الدوري فكان عايز يحسمها بفوز قوي، ويبدا ان هو يستهل المشوار بطوله الدوري بفوز قوي وعريض، خاصه ان فريق سيراميكا كليوباترا من اقوى الفرق الموجوده من وجهه نظري في الدوري، ان لم يكن من اقوى 4 فرق على الاقل في بطوله الدوري. فريق سيراميكا كليوباترا فريق قوي جدا وفيه لعيبه متميزين. وكمان النهارده السنه دي انتقل له فخر اللقاي اللي كان عايز يعمل مشكله مع رامي ربيعه في الشوط الاول. فخر اللقاي طبعا جاي من فريق بيراميدز، بالاضافه طبعا للمعار المتميز الاهلاوي القندوسي، لاعب متميز جدا، والمدرب برضو بتاعهم مدرب متميز في كل حال من الاحوال. لازم تشيد بخصمك مهما كان وضعه لما يكون ادى قدامك مباراه جيده. الاهلي دلوقتي هيبدا يحتل المركز الاول. النهارده الاسماعيلي اتعادل برضو في المباراه امام غزل المحله، وطبعا امبارح الزمالك فاز فوز عبيط كده بالمجامله بضربه جزاء مشكوك في صحتها. قبل كده بيراميدز اتعادل، وفي الزمالك فاز طبعا 3-2 بالهدف اللي جه في الوقت الضايع او قبل الدقيقه بنهايه الوقت الضايع اللي احرزه عبد الله السعيد. من الملاحظ كمان يا جماعه ان طاهر محمد طاهر في الاونه الاخيره مستواه بدا يتحسن جدا، بل ان هو اصبح ليه مصدر خطوره كبيره جدا في النادي الاهلي. بصراحه كان ده مش مستواه اللي كنا نعرفه، يعني اصبح توظيفه على اكبر قدر من الفاعليه، ودي تحسب طبعا لكولر وثق فيه، رغم ان في بعض الانتقادات من الجماهير كانت قبل كده لطاهر محمد طاهر. لكن الملاحظ ان طاهر محمد طاهر بينزل بيعمل خطوره، بيعمل تحركات متميزه، يعني دي الحقيقه ميزه ما كانتش موجوده قبل كده في طاهر محمد طاهر. نتمنى ان هي ان شاء الله تستمر ويكون فعاليتها اكبر مع الفريق. خط الدفاع النهارده ما كانش فيه ياسر ابراهيم. طبعا انا اعتقد ان هو مارسيل كولر فضل يريح بعض اللعيبه اللي هي كانت بتلعب ماتشات كبيره، منهم طبعا ياسر ابراهيم كان طلع بشد خفيف في العضله الخلفيه في المباراه الماضيه، ففضل ان هو يستبعده في المباراه دي. طبعا استبعاد كهرباء انا متاكد ان هو تربوي، نتمنى ان هو مع الوقت يرجع يستعيد مستواه وياخد فرصته، واتمنى ان كولر يدي فرصه لكهرباء ان شاء الله باذن الله ممكن يستعيد مستواه ويكون له بصمه مع الفريق. امام عاشور طبعا بيستمر، امام عاشور في مستواه الجيد والثابت والعالي، بالاضافه الى صخره الدفاع مروان عطيه واكرم توفيق، صخره خط الوسط اسف، اللي بيثبتوا يوم عن يوم ان هم من اهم لاعبي النادي الاهلي او لاعبي الارتكاز المهمين في النادي الاهلي، اكرم توفيق ومروان عطيه، وهم طبعا جنديان المجهولان اللي بيشيلوا الفريق في وجهه نظر الشخصيه في نص الملعب، وبيكون خط الدفاع الاول للفريق. يقول لك روح الفانيلا الحمراء حمراء، واحنا هنفضل كده في يا جماعه عايزين نتغير بقى، حاجه تحصل مختلفه في البلد، فيها شويه ديمقراطيه، الزمالك ياخد الدوري، اي حاجه تحصل مختلفه، المرور يقل، التعليم يتحسن،